العيال من ساعه ما عملت لهم الوصفه دي وهم بيطلبوها مني كل يوم. هاتي كده كوبايه من الحليب وحطي عليها ربع كوبايه من الزيت وكمان بيضايه زي ما انت شايفه كده، وانزلي عليهم هنا بكوبايه كده من السكر. بعدين كده هتنزلي عليهم بمعلقه كده كبيره من الخل وكيس من الفانيليا، وقلبي بقى كل المكونات دي كويس قوي بالمضرب الكهربائي، او ممكن تحطي المكونات دي كلها في الخلاط مفيش اي مشكله، او لو السكر ناعم عندك تقدري بالمضرب اليدوي بتاع المطبخ عادي. المهم عايزين ندوب السكر وندوب كل المكونات دي في بعض كويس قوي. هننزل هنا بكوبايتين من الدقيق بنفس الكوبايه اللي احنا استخدمنا بيها اللبن والزيت زي ما انتوا شايفه كده، اللي هو مج الشاي العادي. هننخلهم بس اهم حاجه عشان عاوزين كده الهواء يخش للدقيق كده ويبقى الوصفه بتاعتنا هشه وجميله. هنزل هنا عليهم بكيس بيكنج باودر ما يعادل حوالي معلقه كبيره وربع كده من البيكنج باودر. تمام كده. طيب قلبي بقى كل ده بالمضرب الكهربائي لحد لما هقولك دلوقتي على القوام اللي احنا عاوزينه اللي هو يكون مناسب. عايزه اقولك بقى هنعمل وصفه النهارده خطيره، الولاد هيطلبوها منك من حلاوتها كل يوم ومغذيه ومفيده زي ما انت شايفه كده. هبدا كده خلاص لميت كل العجينه بتاعتنا وهو ده السمك اللي احنا عاوزينه. هاخد منه حبه كده في بوله حوالي النص كده بالظبط. هنزل على النص اللي هو في البوله كده بمعلقه صغيره من الكاكاو الخام اللي هو غير محلى. هبدا ان انا بقى ادوب كده الكاكاو مع كميه الخليط اللي احنا حطيناه ده. عايزينه يبقى خليط زي ما انتوا شايفين، هو ده القوام بتاعه وهو ده اللون الجميل ده. عندي هنا بقى صينيه كده زي ما انتوا شايفين مقاس 24. هبدا ادهنها دهنه حلوه قوي كده بالزيت او باي ماده دهنيه، وهنزل هنا بجزء من الخليط اللي هو الابيض، وهنزل بجزء من خليط الشوكولاته. نفضل بقى نعمل كده لحد لما نخلص الكميه كلها، جزء من الابيض وعليه جزء من الشوكولاته بالشكل ده كده. اعملي لايك بقى وشير للفيديو يا قمر بالله عليكي، وكومنت كده حتى لو بحرف عشان عندي مشاكل في الصفحه، وتفاعلكم معايا هيساعدني جدا جدا. جزاكم الله خيرا. هنفضل بقى كده لحد لما خلاص خلصنا كل الكميه خالص كده زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى، بصوا ما نسيبش حاجه خالص عشان المقدار يكون مظبوط. ما انتوا شايفين كده ننزل كل حاجه في البوله. طيب هنبدا بقى خلاص خلصنا كل الكميه. هاتي بقى كده عصايه الشيش طاووج او اي سكينه عندك واعملي نفس الحركه اللي انا بعملها كده. احنا كده بنخلط العجينه مع بعضها بشكل حلو بالشكل ده كده. هناخدها بقى ندخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. هتاخد معاكي من 40 ل 45 دقيقه تسويه، وهنطلعها نختبرها. وعايزه اقول لك هتعملي اجمل والذ صينيه كيكه للولاد، خطيره خطيره بجد، تحفه يا بنات. قد ايه هشه جميله وحاجه كده. عايزه اقول لكم فيها طبعا كل العناصر الغذائيه، يعني لو ولادك مش بياكلوا البيض ولا بيشربوا اللبن اعملي لهم الكيكه دي جميله جدا جدا. هنبدا بقى هنا نفضيها بالشكل ده بعد طبعا ما نسيبها ترتاح خالص وتبرد زي ما انتوا شايفين. بصوا شكلها وجمالها بجد تحفه يا بنات، وقد ايه هشه هشه وقطنيه جدا، وواضح طبعا قدامكم في الفيديو شايفين. هنبدا بقى هنا تقدري تقدميها بالشكل ده. لو انت بقى عايزه كمان تزينيها هنا بقى تديها شكل جمالي كده، وتبداي ان انت تزينيها هنا بصوص شوكولاته زي ما انا عملت. عايزه اقول لك تحفه بجد، كانها تورتايه. تقدري تقدميها لضيوفك بقلب جامد، شكلها روعه وطعمها اروع، خطيره وهشه وقطنيه جدا جدا. بصوا حتى وانا بقطعها باين خالص، تحفه وخطيره. قدميها بقى للولاد هيحبوها منك جدا جدا، كانك جايبه لهم تورته وبشكل جمالي وبشكل حلو من جوه ومن بره زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى منك بالله عليكي يا قمر لو افدتك النهارده في الفيديو ما تبخليش عليا بكومنت حلو حتى لو بحرف، لو ايموشن انا موافقه والله. وكمان لايك وشير للفيديو عشان قلت لكم والله عندي مشاكل في الصفحه عشان مفيش تفاعل منكم. وبشكر كل الناس اللي بتشجعني على المحتوى وبتعمل لايك وشير للفيديو، جزاكم الله خيرا. قدميها كده بقى يا ست الكل زي ما انت شايفه، بص هشه جدا وقطنيه. وكمان بقى لو حابه تزودي صوص شوكولاته جربيها ان شاء الله هتعجبك قوي قوي. اسيبكم في امان الله ومع السلامه.